هاي، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم على كيفية التحول من اللاواعي الى الواعي. كيف نصبح اشخاص مثقفين وعندنا وعي وعندنا فهم وعندنا معلومات وعندنا ادراك وعندنا استنباط. هجزأ لكم في الفيديو 4 نقاط مهمين نتكلم عنهم يحولونا من اشخاص غير واعيين الى اشخاص عندها وعي بامور مختلفة. اول بوينت نتكلم عنها هي التعلم من التجارب القديمة، ونأخذها فعلا كمثال وكتجربة للتعلم قبل ما ناخدها كمثال لإلامة النفس او حتى الشعور بالذنب. مهما كان او مهما حصل او اي حاجة حصلت في الماضي فهي حصلت في الماضي، مش هينفع نغيرها ولكن ينفع نتعلم منها. في حكمة بتقول تجارب المرء غنائمه ولو أورثته هموما وأحزانا. فكده كده التجارب اللي حصلت في الماضي مهما كانت ادتنا حزن او شعور بالذنب فهي كده كده تجارب حصلت وخلصت، فاللي المفروض نعمله دلوقتي ان احنا نتعلم منها مش اكتر. النقطة التانية ومن النقاط المهمة جدا في حياة الانسان هي القراءة، هي الوعي، هي التثقيف، هي الحصول على معلومات جديدة. القراءة عموما بتدخلنا معلومات اكتر وبتدخلنا معلومات في مجالات مختلفة، حتى لو كانت المجالات دي اللي هتدخلها لنا في مجال مختلف غير المجال العلمي او المجال الادبي اللي احنا بندرس فيه. فهي كده كده معلومات زيادة لازم تدخل لحياتنا، سواء كانت معلومات عن الاتيكيت، معلومات عن علم الارض، الجيولوجيا، او حتى علم المنطق، علم الرياضيات. حتى لو مش هتحلوا مسائل الرياضة فهيبقى في معلومات اكتر تاخدوها كعلم للارقام وكعلم للاحصاء، معلومات عامة تستفادوا منها وتدخلكم نوع من انواع المعلومات الزيادة. نقطة من النقاط المهمة ومش كل الناس بتتكلم فيها وهي عملية الاتصال بالله سبحانه وتعالى. عملية الاتصال مش بس بتحصل في الصلاة ولا حتى بتحصل أثناء الذكر ولا أثناء الصيام، هي عملية بتحصل أثناء حياة الإنسان عموما، أثناء دخول وخروج النفس، أثناء الأكل، أثناء الشرب، وهي أن الله سبحانه وتعالى متصل بينا مهما كنا في حالات مختلفة، في الشغل بناكل، بندرس، كل ده نوع من أنواع الاتصال. النقطة تقريبا رقم 3 وهي وعي الإنسان بالترددات المختلفة. الترددات هنا هي الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. معرفة إن الشيء اللي بيعمله الإنسان دلوقتي حالا هل هو إيجابي ولا سلبي، هل هو إيجابي يسيطر عليه، هل هو سلبي غير مسيطر عليه، هل هو إيجابي غير مسيطر عليه أو هو سلبي مسيطر عليه. زي مثلا التليفون، الأكل المصنع، والكسل، النوم، وغيره من الامور اللي ممكن الانسان يحط نفسه فيها وما يبقاش عارف هل هي دي امور ايجابية، هل هي ترددات ايجابية ولا ترددات سلبية. النقطة رقم 4 وهي وعي الانسان بالشعور. في معلومات كتير قوي عن الطاقة، ومعلومات كتير قوي عن الفطرة، ومعلومات كتير عن المعلومات، ولكن مفيش معلومات كتيرة قوي تشرح لنا ازاي نتعامل مع الشعور. فالتعامل مع الشعور هو من بعض الحلول اللي المفروض الانسان ياخد فيها كورسات ويتطور فيها، علشان التغذية السلبية اللي ليها علاقة بالشعور هتتعب الانسان فقط وهتجيب له امراض جسدية ونفسية. غير كده الشعور الإيجابي التعامل معاه هو تقبله، فالشعور السلبي التعامل معاه هو تقبله فقط بدون مناقشة أو محاربة الشعور. الفكرة نقدر نغيرها، الموقف نقدر نغيرها، الأشخاص نقدر نغيرها، بس الشعور مش زرار نقدر نتك عليه يشيله خالص أو حتى يعمل له عملية تبديل. لحد هنا يبقى الفيديو خلص. ما تنسوش تكتبوا في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه الفترة الجاية. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.